الورد البلدي النهارده هنقدر نعمل احلى وصفه كريم وكمان تونر للبشره. هيصفي بشرتك خالص وهيخليها زي الازاز وبشره زجاجيه ومنوره. ويلا الحقي نفسك قبل رمضان، من اكتر الكريمات التحفه اللي ما بقدرش استغنى عنها. شايفين جمال وقوام وريحه حاجه كده ولا اروع ولا اجمل. هيخلي بشرتك بجد زي الازاز حرفيا، مش هتعرفي تستغني عنه. هتطبقيه كل يوم على البشره ممكن من بالليل لغايه الصبح. وتقومي كمان تستخدمي التونر بعد ما تحطي الكريم، تطبقي التونر ده تقفلي بيه المسام. وده كمان هنعمله النهارده. يلا بينا اقول لكم هنعمل الكريم ده والتونر ده ازاي. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت هنا ورد بلدي. ورد بلدي بقى انتي زرعاه عندك في البلكونة، لقيتي حد من جيرانك عنده ورد، تحت العمارة عندك في حد في شجرة ورد جميلة، خدي ورديتين 3 كده. مش بنعمل حاجة غلط، هتاخديهم تغسليهم كويس جدا وتحطي عليهم كوباية من المية، وبعدين هتغليهم على النار لمدة ربع ساعة. ودي النتيجة، ده مغلي الورد. مترميش بقى الورد نفسه، استني بس عليا وهقولك هتعملي بيه ايه. لو وصلتي معايا لغاية هنا اتمنى تكوني حطيتي اللايك بتاعك، لو ما كنتيش حطيتيه ارجعي حطيه عشان الفيديو يعجبك قوي، وما تجريهوش لانه فيه مفاجآت تحفة. وما تنسيش تدوسي على علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد. المية دي بقى هتجيبي لها اي سبراي، اي ازازة سبراي، وهتحطيها عندك، ودي هتبقى تونر يومي لبشرتك. حاجة كده هتخلي بشرتك في حتة تانية خالص. الطبق بقى اللي كان فيه بواقي الورد المغلي اللي انا شاورتلكم عليه ده، هنجيب هاند بلندر ونحط عليه معلقة من الدقيق ونقطتين 3 من زيت الأرجان ومعلقة من الزبادي. هتخلطيهم مع بعض كويس جدا لغاية ما تحسي ان هما زي البيوريه، وده هتستخدميه ماسك لبشرتك 3 مرات في الأسبوع. نيجي بقى للتقيل والجامد قوي، كريم الورد. مية الورد هتحطي فيها معلقتين من النشا وهتقلبيهم على النار لغاية ما توصلي للقوام التحفة اللي انتوا شايفينه ده، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هتضيفي عليه بالظبط 3 اضافات، مش عايزة اكتر من كده. اول حاجة هتحطي عليه زيت لوز، طبعا زيت لوز حلو مش زيت لوز مر. تاني حاجة زيت افوكادو، وده من اكتر الحاجات اللي بتخلي البشرة تروح في حتة تانية. انا بعتذر على صوتي يا بنات لانه فعلا عندي دور برد مموتني. تالت حاجة بقى معلقة من جل الصبار، واهم حاجة يكون نوع كويس قوي، مش عايزاه اي جل وخلاص علشان خاطر الوصفة تنجح معاكي. هاتي بقى عبوة نضيفة بعد ما تمكسي الكلام ده كله مع بعض وتحطيهم عندك في العبوة تكون معقمة، وتقدري تحفظيهم بمنتهى السهولة في التلاجة لمدة 10 أيام. هتستخدميهم ازاي؟ هتحطيه على البشرة كل يوم من بالليل لغاية الصبح. تقومي الصبح كده زي الشطورة تغسلي وشك بالغسول اللي احنا عملناه اللي هو غسول الخيار. لو عايزين اللينك بتاعه قولولي وهكتب وهحطه لكم في التعليقات. وبعدين ترشي بقى من السبراي اللي احنا عاملينه ده او التونر بتاع مية الورد. بصي انتي كده عملتي روتين قبل رمضان هيخلي بشرتك لغاية العيد منورة ومشدودة وكلها نضارة وحيوية. مش هتحتاجي تحطي ميك اب نهائي، هتبقى بشرتك دايما صافية، مفيش مسامات واسعة، دايما فيها نقاء ونضارة ما حصلتش. في حالا اللي هيشوفك هيسألك انتي عاملة ايه. لو عجبك الفيديو بقى يا رب كلكم وشكم يبقى زي الورد. صلوا على رسول الله في كومنت. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.